جبنا امتحان شهر اكتوبر في شوال، يلا بينا نجيب امتحان شهر نوفمبر هو كمان في شوال. يلا بينا بسم الله. اخواتي مبرمجين اولى ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مراجعه حلوه قوي 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 على شهر نوفمبر، وهنحل تدريبات جامده جدا. وانا بقول لك امتحانك بتاع الميد ترم مش هيخرج من التدريبات اللي هنحلها النهارده. يلا بينا بسم الله. احنا الامتحان بتاعنا هيجي على الدرس الثامن والعاشر من الفصل السادس، والدرس الاول والثاني من الفصل السابع. الدرس الثاني يعني في اقاويل اللي هو ممكن ما يجيش، بس احنا هناخده بالمره وهنحل عليه شويه تدريبات عشان ايه لو جه في الامتحان. عندنا الدرس الثامن في الفصل السادس بيتكلم عن حاجه اسمها رقمنه الصور او الايمج بروسيسنج. الناس اللي هتخش حاسبات وهندسه هياخدوا حاجه او ماده كده كبيره اسمها ايمج بروسيسنج. هي دي رقمنه الصور بقى. تعال نمسكها واحده واحده. احنا عندنا الصوره بتاعتنا بتبقى مكونه من حاجه اسمها بيكسلات. البيكسلات دي بتبقى شويه نقط كده في الصور، كل نقطه فيهم اسمها بيكسل. فهو البيكسل هو اصغر وحده تشكل صوره، يبقى اصغر وحده في الصوره اسمها ايه؟ اسمها بيكسل. بيقول لك يتم تمثيل الصوره الرقميه بترتيب بيكسلز. طبعا كل الحاجات دي يعني دي بيكسل ودي بيكسل ودي بيكسل ودي بيكسل، كلهم اسمهم بيكسلز. حتى لما بتيجي تكبر الصوره كده بيقول لك ايه الصوره ايه؟ مبكسله. مبكسله اللي هو ايه؟ البيكسلز بتبان فيها. طيب بيقول لك هنا اجراءات رقمنه الصور. يتم رقمنه الصور التي يتم التقاطها بالكاميرات الرقميه او مساحات الصور واستيرادها الى الكمبيوتر من خلال العمليه التاليه. طيب يبقى عندنا يعني هو بيقول لك هنا بقى الصوره بتتكون ازاي او ايه المراحل اللي بتعدي عليها علشان الكمبيوتر يفهمها. طبعا انت لو اديت الكمبيوتر الصوره دي بتعدي على كذا مرحله علشان الكمبيوتر يفهمها. تعال بقى نقول لك ايه المرحلات دي. اول حاجه وهي اخذ العينات، دي اول مرحله. هو بيتم تقسيم الصورة لشبكة من البكسلات. طبعا كل بيكسلز بيتاخدوا في شبكة في شبكة في شبكة. يبقى بيتم تقسيم الصورة لشبكة من البكسلات. بعد كده المرحلة اللي بعدها بقى اسمها ايه؟ التقدير الرقمي. ايه هو التقدير الرقمي؟ يعني بعد ما بنعمل شبكة من البكسلات دي بنحولها لأرقام زي مثلا 1 5 9 3 4 2 5 2 3. يبقى مجموعة من الأرقام. بص بيقول لك هنا بقى يحول سطوع كل بيكسلز إلى قيم رقمية مقسمة إلى عدة مستويات. وعايز أقول لك بقى هنا إيه؟ عندنا حاجه اسمها التدرج، وبيقول لك قيمه المستوى التي تمثل كثافه اللون لكل بيكسل. يتم تحديد التدرج حسب عدد البيتس المخصصه لكل بيكسل. عدد البيتس احنا عندنا الصوره بتبقى من 0 ل 255، والصفر يعني اللون الاسود، وال255 يعني اللون الابيض. طبعا بينهم ارقام 1 2 3 4 5، دي كلها بقى ايه؟ جميع الالوان اللي عندنا. يبقى عندنا الصفر بيعبر عن اللون الاسود، وال255 بتعبر عن اللون الابيض. وعايز اقول لك على حاجه عشان احنا نسينا نقول حاجه هنا. ان كل ما بنزود عدد البكسلات في الصوره في اول مرحله، كل ما بنزود عدد البكسلات في الصوره الدقه بتزيد والوضوح بيزيد. وعندنا هنا بقى ايه؟ وحده قياس الدقه بتاعه الصوره اسمها دوتس بير انش، اختصار اللي هو ايه؟ دي بي اي. يبقى دي بي اي اللي هو دوتس بير انش اللي هو اختصار ايه؟ اختصار او وحده قياس الدقه. يبقى وحده قياس الدقه بتتقاس بايه؟ بتتقاس بحاجه اسمها ايه؟ دي بي اي اللي هو اختصار دوتس بير انش. الانش ده اللي هو ايه؟ يعني بيقيس حاجه بالانش. الانش ده اللي هو في الصوره، يعني فاهمني؟ بس بعد ما بنعمل شبكه من البكسلات بنحولها لشبكه رقميه. بس بيقول لك هنا ايه؟ يحول سطوع كل بيكسلز الى قيم رقميه. هل الكمبيوتر بيفهم القيم الرقميه دي؟ لا، ما بيفهمش القيم الرقميه دي. طب بيفهم ايه الكمبيوتر؟ احنا كنا متفقين الكمبيوتر بيفهم حاجه اسمها باينري سيستم اللي هو زيرو وحايد. فبص هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا بعد ما بنحولها لمجموعه من الارقام، الكمبيوتر هنا مش هيفهمها. هيفهم ايه لما نحول الارقام دي لزيروهات وحايد؟ فاحنا مثلا عندنا والله الصوره مثلا يعني هنا مثلا 5 3 4 6. طبعا الخمسه ده بيبقى لون،
والتلاته ده بيبقى لون، يعني مثلا بص هنا ده لون وده 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 لون. ولو ركزت هتلاقي ان في هنا في نقط كتير قوي، دي البكسلات. لون 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 لون. هنا مثلا تعالى نمسك اللون ده، اللون ده هنا اللي هو ايه الخمسه، يبقى الخمسه اللي هو اللون ده، انا ما اعرفش اسمه ايه بس هو الخمسه هو اللون ده. فطيب احنا بعد ما حولنا اللون ده لرقمه او كتبناه برقم، هل الكمبيوتر يفهمه؟ لا، لازم نحول الرقم ده لزيرو وحايد. فالخمسه عشان نحولها لزيرو وحايد احنا قلنا بنقسم على الاثنين، 5 على الاثنين 2 ونص، بقى حاجه يبقى واحد. ناخد الاثنين ده ونقسمه على الاثنين هيبقى واحد، اتبقى حاجه؟ لا ما بقاش حاجه هنا بعد العلامه العشريه، هتبقى زيرو. ناخد الواحد ده نقسمه على الاثنين هتبقى نص، اتبقى حاجه فواحد، هتبقى واحد زيرو واحد. لو جينا للخمسه الناحيه الثانيه هنلاقيها واحد زيرو واحد. فبس اي صوره في الدنيا بتبقى مجموعه من البكسلات، البكسلات دي بنحولها لارقام. يبقى اول مرحله اسمها المعاينه، تاني حاجه اسمها التقدير الرقمي او الكوانتيزيشن، تالت مرحله اسمها الترميز او الانكودنج، ودي اللي الكمبيوتر بيفهمها ويقدر يترجمها. طيب تعالى بقى عندنا حاجه اسمها حجم بيانات الصوره. حجم بيانات الصوره ده بيساوي ايه؟ بيساوي عدد البكسلات الرأسي في عدد البكسلات الافقي في عدد البيتس لمعلومات اللون. يبقى عندنا مثلا عدد البكسلات الرأسي، هو اول حاجه الرأسي 100 مثلا، ومدينا عدد البكسلات الافقي 100، وعدد البيتس مثلا 8 بت 8 بت، وبيقول لك احسب لي حجم الصوره. فانت عندك الرأسي والافقي وعدد البتات، فالقانون بيقول لنا ايه؟ عدد البكسلات الرأسي في عدد البكسلات الافقي في عدد البتات لمعلومات اللون اللي هو 8. زي الفل زي الفل. بص بيقول لك هنا بقى معلومه، بيقول لك كلما ارتفعت قيم الدقه والتدرج كلما اصبحت الصوره التي يتم الحصول عليها اكثر سلاسه وتحسنت جوده الصوره ولكن زادت حجم البيانات. طيب انت دلوقتي لما بتصور صوره بكواليتي حلوه جدا، ده بيبقى ايه؟ بيبقى عدد البكسلات زايد فيها جدا، فزودت دقه الصوره وزودت التحسين بتاع الصوره، بس هتلاقي الصوره حجمها ايه؟ كبير، ولكن زادت حجم البيانات. ساعات كده بناخد الصور مثلا الصوره 2 ميجا، فده طبعا كبيره، عايزين مثلا نخليها ايه؟ نص ميجا. فبناخد الصوره دي نحطها على مواقع بتقلل بتقلل المساحه بتاعت الصوره، بس بتلاقي الجوده قلت معاها. ليه؟ عشان هو قلل عدد البكسلات. فاهمني؟ طيب بيقول لك هنا بقى عندنا حاجه اسمها التنسيق النقطي وتنسيق المتجه. التنسيق النقطي ده اللي هو ايه؟ اللي هو اي صوره مكونه من بكسلات. بس بيقول لك هنا ايه؟ طريقه لتمثيل النصوص او الاشكال باستخدام شبكه من البكسلات اللي هو النقاط. يبقى اي صوره فيها بكسلات دي اسمها تنسيق نقطي. بيقول لك انا عند تكبير الصوره تظهر يعني حاجه متعرجه، الحاجه دي او التعرجات دي اسمها ايه؟ اللي هو او بيقول لك اللي هو ايه؟ مبكسله. يعني انت لما بتيجي مثلا صوره، والله الصوره دي انت زومت مثلا عشان تجيب حاجه معينه، فبتلاقي ان الكواليتي بتاعت الحاجه اللي انت عايز تجيبها دي قلت شويه. ليه قلت شويه؟ عشان انت بتكبر الصوره، فبيحصل حاجه اسمها بكسله، عشان دي صوره تحت مسمى التنسيق النقطي بتبقى مكونه من بكسلات. ده اول نوع. عندنا تاني نوع اسمه ايه؟ تنسيق المتجهات. ودي صوره ما بتبقاش يعني ما بتبقاش مكونه من بكسلات، بتبقى مكونه من زي معادلات رياضيه ومتجهات. زي مثلا ايه هقول لك، والله عارف انت الصور اللي انت بتفتحها تلاقي مثلا فيها انيميشن كده بيحصل، بس هي صوره. دي بقى بتبقى حاجه اسمها تنسيق المتجهات. دي مش بتبقى من بكسلات، دي بتبقى زي معادلات رياضيه، بس بيقول لك ان ايه؟ يتضمن احداثيات للصوره بالاضافه الى زوايا وسمك الخطوط. الكلام ده كله اسمه معادلات رياضيه. طيب اللهم صل على النبي، كنت هقول لك ايه؟ كنت هقول لك حاجه. دلوقتي والله في منكم كتير يعرف امتداد الصوره. مثلا تلاقي الصوره في اخرها دوت بي ان جي، تلاقي صوره اخرها دوت جي بي جي، تلاقي صوره مثلا اخرها اس في جي، تلاقي مثلا صوره اخرها ايه؟ جي اي اف. فدي كلها امتدادات للصوره. فمثلا عندك بي ان جي، جي بي جي، جي اي اف، كل ده تنسيق نقطي، لانها بتبقى صوره ما فيهاش انيميشن، وفيها معادلات رياضيه، وفيها مثلا اللي هو الصوره مثلا تيجي عند الحته دي تقوم الخط مثلا تقلان او الخط مثلا خف، لا بتبقى صوره ثابته. فدي كلها بتبقى بكسلات. طيب عندك مثلا حاجه بقى زي الامتداد بتاع اس في جي. الاس في جي مثلا انت مثلا والله فتحت صوره لقيت مثلا خريطه
نقطه وبتكمل بقى، يعني بتكمل كده، بتقعد تمشي كده وتقعد تترسم لوحدها لحد ما تعمل خريطه كامله. فاصلا اللي هي مجرد ما بتمشي دي كده في انيميشن بيحصل، دي كلها معادلات وحاجات رياضيه محسوبه بالظبط مش بيكسلات. فده اللي هو تنسيق المتجهات. في متجهات اللي هو مثلا النقطه دي هتروح تكون قاره افريقيا، بعد كده قاره اسيا، بعد كده قاره امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه. فدي كلها معادلات رياضيه محسوبه. طيب عندنا بقى حاجه اسمها تمثيل اللون. عندنا اول حاجه اسمها الالوان الاساسيه الثلاثه للضوء. ايه الالوان الاساسيه الثلاثه للضوء دي؟ اختصارهم ار جي بي. دول الثلاث الوان: الار الريد اللي هو الاحمر، الجي اللي هو الجرين الاخضر، البي اللي هو البلو الازرق. يبقى عندنا الاحمر والاخضر والازرق، دي الالوان الاساسيه الثلاثه للضوء. دي الالوان ايه الاساسيه الثلاثه للضوء. بلو. بيقول لك هنا الالوان الاساسيه الثلاثه هما الاحمر، الاخضر، الازرق، الار جي بي. وكتير منكم قوي سمع الار جي بي دي، هي اختصار ريد جرين بلو. عند مزج الوان الضوء، لما بنمزج الالوان دي كلها مع بعضها بيحصل ايه بقى هنا؟ بيحصل يعني زياده، تزداد السطوع وتقترب من الابيض. يبقى هنا في الالوان الاساسيه الثلاثه للضوء بيحصل ايه؟ بيحصل زياده للسطوع وتقترب من الابيض. طيب ده اول نوع. عندنا تاني نوع اسمه ايه؟ الالوان الاساسيه الثلاثه للصبغه. الالوان اللي هو الثنائيه الثلاثه للصبغه. الالوان الاساسيه الثلاثه للصبغه هي السماوي، الارجواني، والاصفر، اللي هو اختصار بتاع ايه؟ سي ام واي. ده اللي هو السماوي الارجواني والاصفر. عند مزجهم بيحصل ايه؟ بيحصل بيغمقها. بص هنا بيزداد السطوع، هنا بيغمقها، يبقى هيحصل انخفاض للسطوع، هيغمقها ويقترب من ايه؟ من الاسود. يبقى الالوان الاساسيه الثلاثه للضوء بتعمل ايه؟ ايه هم الاول؟ احمر، اخضر، ازرق. وبيعملوا ايه؟ بيزودوا السطوع وتقترب من الابيض. طيب الالوان الاساسيه الثلاثه للصبغه اللي هم ايه؟ الارجواني والاصفر والسماوي بيعملوا ايه؟ بيغمقوا الصوره، يعني بيقللوا السطوع ويقربوا من الاسود. يبقى الاثنين بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. بينهم علاقه ايه؟ عكسيه، عكس بعض. عكس بعض كده، عكس بعض صح كده. عندنا بقى حاجه اسمها ايه؟ مزج الالوان الجمعي ومزج الالوان الطرحي. يعني مزج الالوان الجمعي هي طريقه لتمثيل الالوان عن طريق الجمع بين الالوان الاساسيه للضوء. الالوان الاساسيه للضوء بنستخدمها في ايه؟ في اجهزه التلفزيون وشاشات الكمبيوتر. يبقى مزج الالوان الجمعي بنمزج الالوان او بنجمع الالوان الاساسيه الثلاثه للضوء، او الاساسيه اللي هي للضوء. دي بنستخدمها في ايه؟ في اجهزه التلفزيون وشاشات الكمبيوتر. طيب تاني حاجه بقى اللي هي مزج الالوان الطرحي. دي بنعمل ايه؟ بنمزج الالوان، بس مش الالوان الاساسيه الثلاثه للضوء دي، لا، الالوان الاساسيه للصبغه. طيب بص بيقول لك هنا ايه؟ طريقه لتمثيل الالوان من خلال الجمع بين الالوان الاساسيه للصبغه اللي هي ديت، مستخدمه في ايه؟ في الطابعات الملونه. يبقى بص بقى هنا، يبقى مزج الالوان الجمعي دولت مع بعض. طب الصبغه، الالوان الصبغه مع الطرحي. يبقى الجمعي مع الضوء والصبغه مع الطرحي. علمهم كده. طيب بص بيقول لك هنا الالوان الكامله اللي هي كل الالوان لون من اللون زي اللون الاحمر والاخضر والازرق، متمثله ب 256 مستوى اللي احنا قلنا اللي هو يعني 256 لون اللي هو من 0 لحد 255. دول كلهم 256 مستوى اللي هي الوان كلها. طيب ماشي يا عمنا. بص احنا كده شرحنا الدرس الثامن، هو درس جميل جدا يعني ولذيذ. هنخش دلوقتي نحل شويه تدريبات حلوه جدا عليه. مع التدريبات هنثبت الدرس اكتر واكتر. يلا بينا. عمليه تقسيم الصوره الى بكسلات. احنا قلنا عندنا صوره بنقسمها شبكه من البكسلات. يبقى اول حاجه عندنا اسمها اللي هي التجريد. ايه هي التجريد؟ اللي هو السامبلينج. طيب اصغر وحده تتكون منها الصوره الرقميه. سوري السامبلينج اللي هي اخذ العينات. التجريد لا، سوري
سامبلينج يعني اخذ العينات، بنجمع شبكه من البكسلات، بناخد عينات من البكسلات. بعد ما بناخد العينات بتاعت البكسلات بنحولها لارقام. طبعا الكمبيوتر مش بيفهم الارقام، الكمبيوتر بيفهم زيروهات ووحايد، فبناخد الارقام دي نحولها لزيروهات ووحايد. اصغر وحده تتكون منها الصوره الرقميه هي البكسل. عدد مستويات التدرج في الصوره 8 بت هو 256. تحويل اللي هو من 0 لحد 255. تحويل قيم السطوع الى قيم رقميه. قيم السطوع دي اللي هي ايه؟ اللي احنا بعد ما حولناها لشبكه من البكسلات. تاني خطوه بقى عشان نحولها لقيم رقميه اللي هي 1 2 3 4 5 7 8، محولها لقيم رقميه. دي تاني مرحله اللي هي ايه؟ اللي هي الكوانتيزيشن. تمام، اللي هو التقدير الرقمي. طيب عندنا بقى حاجه اسمها عمليه تحويل القيم الرقميه. بقى بعد ما نحول القيم الرقميه ديت بعد كده بنحولها هي لزيروهات ووحايد عشان الكمبيوتر يفهمها. فعمليه تحويل القيم الرقميه الى ارقام ثنائيه دي اللي الكمبيوتر بيفهمها. زيروهات ووحايد الكمبيوتر بيفهمها، دي اسمها انكودنج. طيب يبقى هنا عايز اقول لك على حاجه. السامبلنج دي اللي هي اخذ العينات، كوانتيزيشن اللي هو التقدير الرقمي، انكودنج اللي هو الترميز. عشان ممكن يجيبها لك بالانجليزي او بالعربي في الامتحان، الله اعلم، فانا مديلك بالانجليزي وبالعربي. كلما زادت الدقه اللي هيحصل؟ زادت حجم البيانات، قلت الجوده، قل عدد البكسلات، اصبحت ضبابيه، يبقى زاد حجم البيانات. احنا قلنا كل ما دقه الصوره تزيد قوي حجم الصوره بيزيد، بيبقى مرتفع. وحده قياس الدقه الدي بي اي احنا قلنا اللي هي اختصار لايه؟ دوتس بير انش. فين دوتس بير انش؟ دوتس بير انش. ماشي. صورة بت 24 بت تحتوي على 16 مليون لون، اللي هو الالوان كلها. العلاقة الصحيحة لحجم بيانات الصورة، الرأسي، عدد البكسلات الرأسي في عدد البكسلات الأفقي في عدد البتات. طيب تعالوا ندور على القانون ده. العرض في الارتفاع في البت فقط، عدد البكسلات في عدد البتات، العرض في الدقة في 2. احنا مش لاقيين القانون ده. هو بقى لعب هنا لعبة، هو خلى لك عدد البتات دي ثابتة، وهنا هو كتبها لك بصيغة تانية، الرأس في الأفقي لعدد البكسلات اللي هي ايه؟ عدد البكسلات. يبقى الرأس في الأفقي يديك عدد البكسلات. طيب هنا عدد البكسلات في عدد البتات، يبقى عدد البكسلات في عدد البتات. هو هنا بدل ما يكتب لك القانون كامل، لا هو قص الحتة دي وكتبها لك النتيجة النهائية بتاعتها، اللي هو فعلا بعد ما نضرب عدد البكسلات الرأس في عدد البكسلات الأفقي بيديك عدد البكسلات توتال. ده هنا توتال، عدد البكسلات توتال في عدد البتات، دي خلاها ثابته زي ما هي. ماشي. في التكميم اللي هو الكوانتيزيشن، اللي هو تاني مرحله، اللي هو بعد ما بتحول الصوره لشبكه من البكسلات، شبكه البكسلات دي بتحولها لارقام. يبقى فن ايه؟ في التكميم كوانتيزيشن يتم ايه؟ يتم دمج البكسلات، ولا تعيين مستوى السطوع لكل بكسل، ولا تغيير؟ لا، تعيين مستوى السطوع لكل بكسل. زي الفل. الصورة ذات 1 بت تعبر عن 2 لون، يبقى كل 1 بت ب2 لون. التدرج يعتمد على عدد البكسلات، ولا مستويات السطوع، ولا عدد الاسطر، ولا حجم الشاشة؟ لا، التدرج بيعتمد على مستويات السطوع. كلما زاد عدد البتات لكل بيكسل، احنا قلنا كل ما زاد عدد البتات لكل بيكسل كل ما الحجم زاد، كل ما دقة الصورة بتزيد، كل ما كل حاجة بتزيد. يبقى زادت جودة الألوان، صغرت الصورة، قل الحجم، انخفضت الدقة. لا، كل ما زاد عدد البتات لكل بيكسل كل ما حجم الصورة زاد، كل ما دقتها بقت أقوى أو جودة الألوان بقت أحسن، يبقى زادت جودة الألوان. عملية السامبلينج اللي هي أخذ العينات، اللي هي أول مرحلة اللي احنا بنجمع فيها شبكة من البكسلات، بيحصل ايه؟ تقسيم الصورة. بص والله أول ما عيني جت عليها، تقسيم الصورة شبكيا إلى
بكسلات. الملف الذي يعتمد على بكسلات هو، احنا قلنا هنا عندنا نوعين، نوع اسمه التقدير النقطي اللي هو بيبقى صورته مكونه من بكسلات، وعندنا حاجه اسمها هنا التقدير او تقدير المتجهات. اول حاجه عندنا هنا اللي هو ايه؟ التقدير النقطي اللي هو ايه؟ الملف الذي يعتمد على بكسلات. بص النقطي دي ترجمتها بالانجلش عشان ممكن اجيبها في الامتحان، خلي بالك ترجمتها بالانجلش اللي هو الراستر. راستر يعني نقطي، فيكتور يعني متجه، راستر يعني نقطي. ده اللي بيبقى مكون من بكسلات، تعالى اكتبها لك، بيكسلز. والفيكتور ده اللي هو بيبقى متجهات، بيبقى متجهات مش بكسلات. ماشي. الصورة النقطية مش الصورة المتجهة بقى، هنا الصورة النقطية اللي بيبقى مكونة من بكسلات. عند التكبير بنكبر الصورة ونزوم، بيحصل ايه؟ بنقول عليها ايه؟ مبكسلة، متكسرة. يعني هو مش هيكتب لك هنا مبكسلة، هيبقى متكسرة، احنا بنقول عليها مبكسلة. صورة الار جي بي اللي احنا قلنا عليها ريد جرين بلو، تستخدم كام لون؟ 3 الوان، احمر اخضر ازرق. صيغه تمثل الصور النقطيه، صيغه اللي هو بيبقى امتداد، اللي هو الصوره مثلا دوت كذا. الصوره النقطيه اي اي ولا اس في جي ولا جي بي جي؟ احنا قلنا النقطيه دي يعني الصوره المكونه من بيكسلز، فبتبقى جي بي جي اللي هي صوره ثابته. طب صيغه تمثل المتجهات، صيغه تمثل المتجهات اللي احنا قلنا الصوره بتفتحها بيحصل فيها انيميشن كده وحاجات رايحه وحاجات جايه، في انيميشن بيحصل كده مش ثابته، فبتبقى كلها معادلات رياضيه. يبقى هكتب لك هنا نو بيكسلز، هتبقى هنا معادلات ومتجهات رياضيه. يبقى اللي هي يعني جي بي جي ولا بي ان جي؟ جي بي جي دي صوره عاديه، بي ان جي دي صوره عاديه، جي اي اف دي صوره عاديه، يبقى سي اس في جي. طيب كلما ارتفع معدل السامبلنج، ايه اللي حصل؟ كلما ارتفع معدل السامبلنج اللي هو كل ما ارتفع، احنا قلنا في السامبلنج دي، الخطوه اللي فيها اللي بيحصل بنقسم الصوره لشبكه من البكسلات، فكل ما زاد الارتفاع بتاعها او كل ما ارتفع معدل السامبلنج اللي هو كل ما ارتفع البكسلات زادت الحجم وزاد الجوده وزاد كل حاجه حلوه. قلت التفاصيل لا، زادت دقه الصوره. زي الفل. ايه اللي بيحصل ده؟ ماشي، احنا خلصنا الورشه خلاص كده. زي الفل. كده احنا خلصنا الدرس الثامن وحلينا عليه ورشه الحل بتاعته. يعني انا شايف ان الدرس صراحه جميل جدا، وهو بس انت عايز ايه؟ اللي هو تفرق بين الالوان الاساسيه، الالوان اللي هي بتاعت الصبغه، تعرف مثلا الفرق بين الصوره النقطيه والصوره المتجه. فالموضوع بسيط جدا، انت افهم كويس، وانت مجرد ما تحل عليه هتلاقي الدرس معاك بقى سهل ميه. يلا نخش بقى على الدرس العاشر. طبعا مش هخش على التاسع عشان التاسع مش جاي اصلا او مش مقرر علينا في شهر نوفمبر. يلا بينا. رجلي انا اصلا، يعني انا قبل ما اصور المراجعه او قبل ما اصور عامه المراجعه لازم يحصل حادثه. لو تفتكروا مراجعه شهر اكتوبر كان عندي يعني دور برد، اللي هو كنت بعد ما احل كل سؤال اقف دي اقعد اكح، وكلكم استحملتوني وبص يعني فوق دماغي. امبارح بقى يعني انا اصلا المفروض المراجعه دي كنت انزلها امتى؟ انا المفروض كنت اصورها امبارح الصبح وانزلها امبارح بالليل. ايه اللي اخرني وخليني اصور النهارده؟ لان اول امبارح بالليل حصل لي تمزق حاد في الاربطه اللي في رجلي. يعني انا وانا ماشي كده رجلي دخلت كلها لجوه، التاني اتطرقعت، وقعت على الارض مره واحده كده. خدت بعضي ورحت على المستشفى، قال لي تمزق حاد في الاربطه وما ينفعش تقف عليها ولازم تريح. بس طبعا انا هو ما يعرفش ان انا بشرح ولا اي حاجه. انا حتى قلت له انا ينفع اقف طيب ساعه ساعه ونص عشان بشرح لطلبه وكده. فقال لي يعني، قال لي اجل كل حاجه، قال لي لازم راحه تامه على السرير لمده اسبوع. بس انا ما ينفعش، يعني عارف لو في درس عادي هقول لك ناجل، انما الفكره كلها اللي دي مراجعه وانا لازم استحمل، مع اني والله واقف دلوقتي تاني رجلي هي رجلي اليمين تانيها وفارد الشمال، بس يعني نستحمل مع بعض. يلا ادعوا لي بالشفا بقى. اول حاجه عندنا الدرس العاشر بعنوان اسمه تصميم البيانات. يعني ايه تصميم البيانات؟ بيقول لك هي عمليه بتنظم، يعني بتقوم بتنظيم والتعبير الابداعي عن البيانات وفقا لغرضها. يعني دلوقتي والله العمليه دي احنا عمليه بننظم البيانات
وبنسيستمها وبنخليها كده حلوه وشكلها لذيذ وجميله، وبعد كده بنوصلها للجمهور المستهدف. تمام؟ يعني انت دلوقتي واحد قعدت اديك بيانات 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 بيانات، هل هتفهم حاجه؟ لا. انما لما اخد البيانات ازوقها وانظمها واخليها كده يعني فيها شويه ابداع واوصلها لك، انت هتفهمها. بيقول لك هنا عمليه تنظيم وتعبير ابداعي عن البيانات وفقا لغرضها، مما يضمن ان الرساله المقصوده تمثل بشكل صحيح الى الجمهور المستهدف. يعني مش هقعد اديك بيانات 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 وخلاص. لازم 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 ازوق البيانات واعرف انا بخاطب انهي جمهور وانهي فئه واوصل لهم البيانات دي. طيب، طرق تصميم البيانات. عندنا بقى 3 طرق لتصميم البيانات. طيب دلوقتي اي بيانات بتتصمم طبعا عشان قلت لك نوصلها للجمهور او نزوقها بشكل كويس. ففي عندنا 3 طرق، كل طريقه مختلفه عن الثانيه. تعال نمسك اول طريقه وهي اسمها التجريد او الابستراكشن. اللي انا قلته ده ابستراكشن، سوري، او الابستراكشن. ابستراكشن يعني تجريد. طيب، نقل البيانات. يعني التجريد هي نقل البيانات المقصوده، وركز على المقصود دي وحط تحتها 100 خط، ببساطه من داخل كميه كبيره وحط تحتها خطين بس من البيانات. يعني ايه؟ يعني دلوقتي والله انا معايا بيانات كتير جدا، بيانات قرويه مثلا، بيانات سياسيه اقتصاديه علميه، وانا دلوقتي عايز اخاطب فئه كرويه بتهتم بالكوره. فهل ينفع اديهم البيانات الاقتصاديه والسياسيه والعلميه وكل حاجه؟ لا، انا عايز اديهم البيانات الكرويه بس. فبعمل ايه؟ فبين كل البيانات دي كلها بطلع البيانات اللي انا عايزها او اللي انا شايف ان هي هتفيد الناس اللي انا هستهدفهم دولت، واقوم باعت لهم البيانات دولت او مديها لهم. بس يقول لك ان هي نقل البيانات المقصوده اللي هي البيانات الكرويه. يبقى احنا عندنا كميه كبيره قوي من البيانات، بس احنا عايزين نخاطب فئه معينه هتستهدف جزء صغير من البيانات ديت. طيب، عندنا حاجه تانية، حاجه اسمها الرسم التصويري. هو رمز تصويري مصمم لغرض نقل البيانات دون استخدام الكلمات، يتم استخدامه للعلامات، معلومات محطات المطارات. طيب انا هفهمك دلوقتي. والله انت سايق العربيه ماشي، لقيت علامه ايه؟ يوتيرن. يوتيرن، هل حد هيجي يقول لك ده يوتيرن ده يوتيرن؟ لا، انت شفت حاجه او شفت علامه صورت لك او وصلت لك من غير كلام ان هيحصل يوتيرن. طيب انت دلوقتي قاعد في مكان ولقيت علامه ممنوع التدخين، هل حد يجي يقول لك اوعى تدخن اوعى تدخن؟ لا. ولا العلامه دي هتنطق وتقول اوعى تدخن؟ لا، العلامه دي صورت لك، هي علامه تصويريه، صورت لك وصلت لك شيء او بينه معينه او معلومه معينه اللي انت ما ينفعش تدخن. فاهمني؟ يبقى حاجه او رسم تصويري بيصور لك حاجه او بيوصل لك حاجه من غير ما يتكلم. تالت حاجه عندنا وهي الايقونه. طيب الايقونه دي اللي هي ايه؟ اقول لك انا. انت دلوقتي والله قاعد فاتح الموبايل بتاعك زي كل يوم وسهران عليه بالليل لحد الفجر وبعد الفجر، ولا بتذاكر ولا بتعمل اي حاجه، وقاعد طبعا كل حاجه بتعمل ايه؟ تفتح الفيس شويه، تخش على واتس شويه، تفتح الفيس شويه، تخش على واتس شويه، تخرج من ده تخش على ده، زهقت من دولت بتفتح وتقعد تتفرج على اي فيلم اجنبي بالساعتين 3. طيب دلوقتي انت والله فتحت الموبايل ولقيت قدامك ايكون الواتساب. فايكون الواتساب دي وصلت لك اللي انا ايكون يعني بتستخدمني عشان تعمل محادثاتك. فهل هي اتكلمت او نطقت؟ لا، هي ايكون او رمز معين صور لك حاجه ان هي بتاعت حاجه دي. الفيسبوك انت اول ما بتشوفه بتفهم ان ده حاجه، يعني حاجه للتصفح. الواتساب اول ما بتشوفه بتفهم ان ده حاجه للمحادثات. فانا بيقول لك تمثيل لمحتوى البرنامج زي واتساب بقى فيسبوك على كمبيوتر او هاتف ذكي الصور او الرسوم التوضيحيه. يبقى هو حاجه بتبقى صور او رسمه توضيحيه بتبين لك اللي دي بتاعت ايه. طيب عندنا حاجه بقى اسمها التصور. ايه التصور دي بقى؟ تمثيل البيانات بصريا نجعلها اكثر قابليه للفهم زي الجداول والرسوم البيانيه. طيب انا هقول لك دلوقتي والله انت عندك دلوقتي بيانات مصنع وحسابات وبيانات كبيره جدا، وبص غياب وحضور الموظفين وكل حاجه. فانت دلوقتي قدامك البيانات دي كلها كده بشكل عشوائي مش تفهمها. فانا دلوقتي عايز اوصلها لك بشكل صوره كده حلو او اصورها لك كلها بشكل حلو، فبعملها لك مثلا كلها على هيئه جدول، هيئه رسم باينه، فبتبقى حاجه منظمه، فانت اول ما تشوفها هتفهمها على طول. طيب عندنا حاجه اسمها الهيكله او الاستراكشرنج. ايه الاستراكشرنج او الهيكله دي؟ هو تنظيم والتعبير عن البيانات بوضوح
وترتيبها. يبقى احنا بنرتب في ستراكشر، في هيكله، وفقا للعلاقات، الاتصالات، المستويات، المراحل، الترتيبات. يبقى احنا دلوقتي عندنا البيانات، والله احنا بنهيكلها او بننظمها بوضوح ونرتبها وفقا للعلاقات. يعني بنشوف ايه اهم من ايه واهم من ايه وبنرتبها. طيب عندنا بقى حاجه اسمها ايه؟ تقنيات التصميم لسهوله الفهم. انا هقعد بس اريح 10 ثواني على الكرسي ونكمل تاني. انا مش قادر والله العظيم، ما قادر، بس هنستحمل مع بعض يعني، وخلاص هي انتهت يعني. كل شويه كده نقعد نريح 10 ثواني الدنيا هتمشي يعني، تبقى زي الفل قوي. ماشي يلا بينا. بص هو بيقول لك هنا بقى عندنا شويه تقنيات للتصميم لسهوله الفهم. طيب عندنا اول حاجه اسمها واجهه المستخدم او اليو اي. بص يا عم بقى، انت دلوقتي والله ربنا كرمك وخلصت ثانوي ودخلت حاسبات او هندسه وخلصت، عايز تشتغل بقى في مجال البرمجه. عندك حاجه او وظيفه اسمها ايه؟ يو اي يو اكس ديزاينر. يعني يو اي يو اكس دي وظيفه ومرتبات عاليه جدا، وبص فلوس للسما، ربنا يوعدك يا رب. ايه بقى اليو اي يو اكس ديزاينر دي؟ هو الشخص اللي بيصمم موقع الويب، يعني سواء ويب، موبايل ابلكيشن، ديسكتوب ابلكيشن، بس خلينا في الويب. هو الشخص اللي يسمي موقع الويب. بص يا عمي دلوقتي والله انت دخلت منصه تعليميه اللي انت بتخش عليهم، هتلاقي عندك اول حاجه فوق ايه؟ حاجه اسمها تسجيل الدخول، انشاء الحساب، وهنا مثلا الايكون بتاعت المدرس. تاني سيكشن عندك ايه؟ عندك والله صوره المدرس، وهنا اسم، هنا صوره المدرس، وهنا اسم الماده، وهنا مثلا شويه كلام ايه عن الماده. تالت سيكشن عندك ايه؟ عندك الصفوف الدراسيه، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي. اخر سيكشن هنا عندك ايه؟ اخر سيكشن ده اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا وسائل التواصل. فاللي انت شايفه قدامك ده كله اسمه ايه؟ يو اي. انا دلوقتي ما بتكلمش على اليو اكس، انا بتكلم على اليو اي اللي هو الجزء الاول. فاليو اي ده هو ايه؟ هو الديزاين اللي المهندس بتاع اليو اي ده بيعمله، وبعد كده يديه، يبعته لتيم البروجرامر او البروجرامنج ينفذوه ككود بقى، يكتبوه ككود. فوالله اصلا ايه الجزء اللي فوق ده اصلا ليه كود، والجزء ده ليه كود برمجي، والجزء ده ليه كود برمجي. طيب انا بقى مثلا فاهم في الحاجات دي شويه، لان الحمد لله يعني انا عامل منصات لاكبر مدرسين في مصر. يعني شوف كده اي ماده عندك واكبر المدرسين اللي فيها، انا الحمد لله انا اللي عامل لهم المنصه، ويمكن كتير جدا 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 منكم اصلا في المنصات دي. بس يعني انا مش هينفع اقول اسامي المدرسين، بس يعني الحمد لله انا واثق 100%، يعني اللي بنسبه كبيره جدا من اللي بيتفرجوا عليا في المنصات دي. فانا يعني عارف اوصلك المعلومه وعارف افهمك الموضوع بيمشي ازاي. فده اليو اي. فبص بيقول لك هنا ايه؟ هو نظام لنقل البيانات بين البشر والاجهزه. هو فعلا نظام بينقل لك البيانات. هو دلوقتي نقل لك ان هنا مثلا اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، نقل لك هنا ان دي صوره المدرس، وهنا والله شويه كلام حلوين. هنا مثلا لو عايز تعمل ايه؟ تسجيل دخول، هنا لو عايز تعمل انشاء حساب. ماشي. امثله: ادخال الصوت، الشاشه التي تعمل باللمس، لوحه المفاتيح. والله انت مثلا ماسك الموبايل، لوحه المفاتيح قدامك دي، ما هي دي يو اي. يعني هو ما هو ده كله تصميم. اي تصميم قدامك ده شغلانه اليو اي، بس اللي بينفذه او بيظهره بقى قدامك ده البروجرامينج. يعني البروجرامر، يعني اللي بيحط الاول وبيرسمه زي على سكتش كده، ده اليو اي. وبعد كده اليو اي ده بيدي السكتش للراجل المبرمج بينفذه ككودينج. بص هو الكلام ده كله مش في يعني مش في المنهج او في السياق هنا، بس انا بفهمك الموضوع بيمشي ازاي. طب تعالى قبل ما اخش على دولت نيجي لليو اكس بقى، اللي هي تجربه المستخدم. احنا قلنا ايه؟ يو اي يو اكس ديزاينر. الراجل اليو اي بيعمل الديزاين ده، لازم وهو بيعمل الديزاين ده يلتزم بحاجه اسمها اللي هي اليو اكس. اليو اكس دي اللي هي سهوله الاستخدام. يعني ايه سهوله الاستخدام؟ والله انت دلوقتي لو دخلت موقع انت مش فاهم منه حاجه ومش عارف تعمل عليه، ولقيت ان الموضوع صعب جدا، ده يبقى اليو اكس بتاعه تعبان. طب والله انت دخلت موقع ولقيت الدنيا فيه سلسه ولذيذه وانت عارف تتعامل لوحدك، ده يبقى اليو اكس بتاعه زي الفل و100. تعالى يعني اخدك في المنصات التعليميه، بما انك ايه يعني كل يوم في منصه تعليميه شكل. دلوقتي انت في ممكن تخش منصه تلاقي ان اليو اكس فيها ضايع. يعني اليو اكس فيها ضايع او مش حلو، يعني انت داخل اصلا مش عارف تعمل اكونت ازاي، مش عارف توصل للكورس بتاعك ازاي، مش عارف تخش على السنين الدراسيه ازاي. انما لو يو اكس قوي، انت الطالب، هو اليو اكس القوي ده اصلا لازم يخاطب كل الفئات العقليه، لان مثلا طالب ممكن
يعني اوير مثلا او عنده معرفه كبيره قوي بالكمبيوتر، الطالب التاني لسه على قده شويه مثلا عايز حد يزقه. ف يعني دور اليو اكس بقى ان هو يخاطب كل الفئات دي. دلوقتي والله انت مثلا عندك اليو اكس عمل والله الاربع سكاشن دولت، فالطالب اول ما يخش يلاقي قدامه تسجيل الدخول، بعد ما يعمل الاكونت ويكتب الايميل والباسورد، اول ما يدوس اوكي يقوم ايه على طول كده الموقع لوحده، ان هو مش عايز يبهدل الطالب، يقوم موديه على السنه الدراسيه بتاعته. انت مثلا اولى ثانوي فيوديك على اولى ثانوي، فانت اول ما تخش على اولى ثانوي هتلاقي قدامك مثلا انا بديك مثال بندردش مع بعض، شويه كورسات شويه كورسات، مثلا كورس الشهر الاول، كورس الشهر الثاني، كورس الترم، كورس السيزون كله، فشويه كورسات. فانت بتخش على الكورس اللي انت عايزه بتلاقي قدامك بقى ايه، يعني بتلاقي قدامك الحصه ايه وفيها شويه عناصر. ايه العناصر ده؟ فيديو، امتحان، واجب، ملف. فانت عرفت توصل للفيديو بتاعك من غير اصلا ما تضطر تسال الاسيستنت. انت يا دوبك اول ما دخلت اصلا في وشك على طول لقيت ايه؟ انشاء حساب، وبعد ما انشات الحساب بتاعك تدوس اوكي يقوم مدخلك لوحده، هو لوحده على طول قرا اللي انت سنه اولى، يقوم مدخلك على سنه اولى، يظهر لك انت الكورسات بتاعتك، تختار الكورس اللي انت عايزه، تخش تلاقي المحتويات بتاعتك على طول. فالموضوع لازم يبقى ماشي بشكل منهجي، يبقى في خبره في الموضوع. بس يقول لك هنا ايه هي الخبره او التاثير العاطفي او ذلك يكتسبه المستخدمون من التفاعل مع منتج او خدمه. لازم الاقي التفاعل مع المنتج او الخدمه اللي انا بتعامل معاها لازم الاقيها سهله جدا، سهله جدا، يبقى اليو اكس قوي جدا. والله الموضوع صعب، اليو اكس ايه على الله. يلا احنا كده خدنا اليو اي واليو اكس. تعالى بقى ناخد ده عشان لسه ما خدناهمش. عندنا حاجه اسمها واجهه سطر الاوامر، دول بقى بعيدا عن اليو اكس يعني ما لهمش دعوه. عندنا حاجه اسمها ايه؟ واجهه سطر الاوامر او السي يو اي. السي يو اي دي اللي هو ايه؟ هقول لك. في منكم اكيد اتعامل مع حاجه اسمها السي ام دي او الباور شيل. ايه السي ام دي او الباور شيل دولت؟ هي اللي هي الشاشه السوداء اللي انت بتشوفها اللي بيتكتب فيها اوامر. لو مثلا والله انا عايز افتح ملف معين ومش عايز بقى اروح للملف ده واقعد اضغط مرتين عشان لا، مثلا بكتب إيه مثلا سي دي. انا بقول لك مثلا الكلام ده مش هنا، بس انا بقول لك مثلا امر سي دي وبعد كده سبيس واسم الملف مثلا فولدر مثلا. اول ما ادوس سي دي فولدر انا كده دخلني جوه الفولدر ده من غير ما لسه اروح ولا اي حاجه. فهي شويه اوامر انا بكتبها علشان انفذ حاجه معينه. بس يقول لك هنا هي واجهه مستخدم حيث يتم تشغيل الجهاز بادخال اوامر عن طريق لوحه المفاتيح. نشغل الجهاز، نطفي الجهاز، نشغل فولدر، نقفل فولدر، نخرج من فولدر، نخش عن فولدر. عادي، في ناس اصلا كل يعني او بتتعامل مع الكمبيوتر بالاوامر بس. احنا طبعا كلنا بنتعامل اللي هو ايه، نخش على الفولدر، نخش مثلا ماي كمبيوتر، البارتيشن بتاع دي، نخش مثلا نفتح فولدر معين. لا، هو في ناس ايه اللي هو يلا خش على دي بالاوامر، كله بيكتب اوامر كده، انت بتلاقي الشاشه السوداء وتلاقي كلام كتير قوي كده. عندنا بقى حاجه ثانيه اسمها واجهه المستخدم الرسوميه اللي هي الجي او اي. دي اصلا ليها وظيفه، خلي بالك الجي او اي ديت هي واجهه مستخدم معلش تسمح للمستخدمين باصدار اوامر بديهيه وطريقه سهله الفهم باستخدام الرموز والازرار. ماشي، يلا بينا اللي بعده. عندنا بقى حاجه اسمها الامكانيه اللي هي الاجراءات او العمليات التي ممكن تنفيذها على كائن. يعني على كائن يعني انت مثلا دلوقتي عندك زرار الانتر في الكيبورد، فهو اصلا ده كائن او شيء قدامك يعني بيوصل لك او بيقول لك دوس عليا انتر. هل هو يقول لك حاجه او انت لا انت فهمت ان ده بياخد اجراء معين عن طريق الضغط على كائن او عن طريق استخدام كائن. فيقول لك انا الاجراءات او العمليات التي يمكن تنفيذها على كائن. والله مثلا انت كتبت كلام كتير وعايز بقى تدوس انتر، ما هو ده اجراء، فالانتر ده كائن شيء معين في الكيورد بتدوس عليه. طيب نيجي كده خلصنا دي، نيجي على الدلاله. هي اشارات اشارات ايه تدفع اشارات تدفع المستخدمين الى اتخاذ اجراء. هقول لك والله مثلا دلوقتي انت ماشي في مول، ولو لا قدر الله مثلا حصل حريق، بتلاقي في حاجه اسمها باب الطوارئ. بتلاقي مثلا عليه صوره ايه، راجل ايه بيجري، رجلي يا جدعان مش قادر. بتلاقي مثلا راجل عليه ايه، رافع رجل، لا رجلي بجد وجعاني، يعني هو تلاقيه رافع رجله كده وبيجري، فتعرف ان ده باب الطوارئ على طول. فهو دلاله او حاجه وصلت لك اللي انت لازم تروح على ده على طول.
نيجي بقى لحاجه اسمها قابليه الاستخدام، هو مقياس يستخدم الاشاره الى مدى سهوله وقابليه الفهم من اجل المستخدمين. يبقى لازم الحاجه تبقى المستخدم يعرف يفهمها ويعرف يتعامل معاها. عندنا حاجه اسمها امكانيه الوصول، اللي هو سهوله الوصول الى البيانات والخدمات لمجموعه واسعه من الاشخاص، بغض النظر بقى عن العمر بتاعهم، السن، اي حاجه. يبقى نقدر نوصل البيانات او المعلومه او الخدمه دي لاي فئه عمريه واي كاتيجوري واي يعني قدره عقليه. ماشي. عندنا حاجه اسمها التصميم الشامل، هو تصميم يتم انشاؤه بشكل مدروس زي المنصات التعليميه. احنا دلوقتي والله لو مدرس جه قال لنا انا عايز منصه، هل يلا بينا يا مستر بكره نديك المنصه؟ لا، بنقعد احنا والتيم نظبط. والله المدرس ده مثلا مدرس مثلا انجلش مثلا، فاحنا بقى بنظبط ايه، مثلا ده مدرس انجلش، ده مثلا الفئه الطلبه بتاعته عامله ازاي، فالطلبه بتاعته منين، عنده مثلا كام طالب. فاحنا بقى ندرس بقى كل حاجه بحيث بعد ما ندرس كل حاجه وننفذ الحاجه كلها نبقى احنا بنقدر نخاطب كل الطلبه. بس ولكن هي تصميم يتم انشاؤه بشكل مدروس مع الهدف بتاعنا ايه بقى؟ الهدف بتاع التيم كله ايه؟ ان جميع الناس بغض النظر عن العمر او اللغه او الجنسيه او القدره الجسديه يمكنهم استخدامه بدون صعوبة. يبقى الهدف في الآخر إن الحاجة دي الأشخاص كلها يستخدموها من غير أي صعوبة. زي الفل. خلصنا كده الدرس ولا إيه؟ لسه. ماشي. عندنا بقى حاجة اسمها مبدأ لاتش لتنظيم وعرض البيانات بطريقة يسهل على المستخدم الفهم. يبقى احنا دلوقتي لو عايزين ننظم أي بيانات لازم نتبع مبدأ لاتش، وهو 5 حاجات لازم نتبعهم. أول حاجة الموقع، لازم اللي هو على حسب المكان، يبقى موقع حسب المكان. يبقى لازم نعرف احنا بنستهدف أنهي مكان. الأبجدية اللي هو ترتيب الحروف، ده مهم جدا، مش أي كلام في أي كلام بنكتبه. هنا حسب المكان، وهنا ترتيب الحروف. الوقت مهم جدا، بس يقول لك يعتمد التصنيف على تسلسل الاحداث من حيث الوقت. يبقى لازم نعرف البيانات دي هننفذها في الوقت الفلاني ولا في الوقت الفلاني ولا لا، لازم نتبع الوقت ونحطه في حسباننا. الفئه، الكاتيجوري، لازم نعرف احنا هنخاطب انهي فئه. على الفروقات بين الاشياء واستخدم كمعيار لتمييز المجالات. الهرميه او الاستراكشرنج، يعتمد التصنيف على التغيرات الكميه مثل الحجم، المستوى، الدرجه. زي الفل. ماشي كده احنا خلصنا شرح الدرس العاشر. يلا بينا على ورشة الحل. ثانية 5 ثواني هريح رجلي ويلا بينا. أي من التالي يعرف تصميم البيانات؟ احنا قلنا تصميم البيانات هي القدرة أو التنظيم الإبداعي اللي بنعمله على البيانات عشان نقدر نوصل الحاجة بسهولة. يبقى هنا تنظيم والتعبير الإبداعي عن البيانات حسب الغرض. يبقى هنا رقم ب. ما المقصود بمفهوم التجريد؟ مفهوم التجريد اللي احنا بيانات كبيرة قوي بناخد بيانات معينة عشان نقدر نستهدف فئة معينة اللي هي أصلا محتاجة البيانات دي بس. فهنا نقل المعنى من كميات بيانات كبيرة بشكل مبسط. أي من التالي يعد مثالا على الرسم التصويري، الحاجة اللي بتوصل لك المعنى من غير ما تتكلم. الأيقونات على سطح المكتب ولا العلامات في المطارات؟ لا، العلامات. رسم تصويري، عايزك تعلم رسم تصويري، علامات على طول كده. الايقون هي ايه؟ رسم يشرح بيانات باستخدام النصوص، ولا تمثيل بيانات رقميه فقط، ولا تمثيل بصري لمحتوى برنامج او تطبيق، صوره عليه ولا صوره؟ لا، هي دي اللي هو زي الواتساب. طبعا يعني الامثله دي مش موجوده بس انا بقول لك، او الفيسبوك. التصور استبدال النصوص بالالوان، ولا تمثيل البيانات بصريا لجعلها اوضح. أي من التالي يعد مثالا على الهيكلة؟ في هيكلة، في ستراكشر، في ترتيب. الترتيب البيانات حسب العلاقات والمستويات، في ستراكشر، في ترتيب. أي عنصر يندرج ضمن تقنيات التصميم لسهولة الفهم؟ وهنا التقنيات، شوية تقنيات زي اليو اي واليو اكس اللي احنا شرحناها. واجهة سطر الأوامر CUI تعتمد على إدخال أوامر. CUI أو سطر الأوامر يعني إدخال أوامر على طول، فهنا تبقى جيم. واجهة المستخدم الرسومية GUI تعتمد على الرموز والأزرار والرسوم.
تجربه المستخدم اليو اكس، احنا قلنا اليو اكس ده اللي هو بيقول يعني اللي هو على اساسه بتعرف انت في موقع سهل ولا في موقع صعب. الموقع اللي هو الويب سايت. هنا بيقول لك التاثير العاطفي وخبره المستخدم اثناء التفاعل مع المنتج. المنتج ده هنا ما يقصدش اللي هو منتج، يعني يقصد اللي هو مثلا ويب سايت، ويب سايت، موبايل ابلكيشن كده. ماشي. الامكانيه اللي هي ايه؟ العمليات الممكن تطبيقها على كائن، وادينا مثال اللي هو زي زرار الانتر. الدلاله هي حاجه بتدل على كذا. الشيء الذي يخبر المستخدم بما يجب ان يفعله، لا قدر الله لو حصل حاجه في اي مكان بتلاقي مثلا زي حاجه زي الطوارئ او باب الطوارئ، هو بيبين لك ان ده باب الطوارئ لازم تجري عليه على طول. قابليه الاستخدام، سهوله الاستخدام، مدى سهوله استخدام النظام. امكانيه الوصول، اللي انت بتستهدف اي فئه عمريه واي حاجه. بص يعني بيقول لك يعني تسهيل الاستخدام لجميع الاشخاص بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصه، تبقى به. التصميم الشامل، اللي انت بتخاطب بقى كل الفئات، سواء العمر، اللغه، الجنسيه، القدره الجسديه، كل حاجه، العقليه، كل حاجه. بص بيقول لك هنا بقى ايه؟ تصميم مناسب لجميع، لا، تصميم يناسب جميع الناس دون استثناء. دون استثناء يبقى اي حد هيقدر يتعامل مع المنتج ده والحاجه ديت. مبدا لاتش اللي هو الخمس حاجات اللي لازم نمشي عليهم عشان البيانات بتاعتنا تبقى منظمه. اللوكيشن يعني موقع، مش موقع اللي هو ويب سايت، لا، موقع، مكان جغرافي، موقع الجغرافي او المكاني. الفابت اللي هو ترتيب الابجدي. تايم، الوقت احداث مرتبه حسب الزمن. بص والله انا ما بقرا بقيه الحاجه، بس انت في الامتحان اقرا. يعني انت في الامتحان بقول لك اقرا عشان بجد ممكن يبقى جايب حاجتين شبه بعض، بس انا يعني الحاجه بحس ان الاجابه في السؤال، بس انت لازم تفهم السؤال كويس. الكاتيجوري، الفروق بين الاشياء وتجميعها حسب مجال مشترك. بص انا دلوقتي مش هختار دي على طول عشان لسه مش متاكد. الترتيب الابجدي لا، الموقع المكاني. الترتيب الكمي لا، يبقى الفروق بين الاشياء. تصنيف الهيراركي دي اللي هو الهيكله. التسلسل الابجدي، الاحداث الزمنيه. الترتيب الكمي مثل الحجم او المستوى، اللي هو كان اخر حاجه في مبدا لاتش بتاعنا. طيب ماشي يا عمي، كده احنا خلصنا الدرس العاشر من الفصل السادس وحلينا عليه شويه تدريبات جامده جدا جدا جدا. يلا بينا نخش على الدرس الاول في الفصل السابع، وهتديني 5 ثواني بس اريح رجلي. انا حاسس ان احنا في درس حوادث، مش درس برمجه. بس يلا قدر الله ما شاء فعل. ماشي. عندنا بقى الدرس ده بعنوان الهاردوير. يعني هاردوير يعني اجهزه الكمبيوتر. اي حاجه انت بتشوفها قدامك في اجهزه الكمبيوتر ده هاردوير. طيب بص يقول لك هنا ايه؟ المكونات الخمسه الرئيسيه للحاسوب، اللي هو لو واحد منهم سقط ما ينفعش تشغل الكمبيوتر. الاجهزه، ايه الاجهزه؟ يعني لا مش دي المكونات الخمسه، انا بس بقول لك تعريف الاجهزه اللي هو الهاردوير. احنا عندنا حاجه اسمها هاردوير وسوفت وير. خلينا في الهاردوير دلوقتي اللي هو الاجهزه الملموسه، مثل وحده الكمبيوتر الرئيسيه والاجهزه الطرفيه. الاجهزه الطرفيه دي اللي هي الحاجات اللي بتتوصل بالكمبيوتر من الاخر. الاجهزه الطرفيه دي بس بيقول لك ايه؟ اجهزه تستخدم عن طريق توصيلها بجهاز الكمبيوتر، زي ايه؟ فلاشه، ماوس، كيبورد. بس بيقول لك هنا لوحه المفاتيح اللي هي الكيبورد، الفار اللي هي الماوس، الشاشه، الطبعه. كل دي حاجات باسلاك بتتوصل بالكمبيوتر. في دي اجهزه في بينهم طرفيه، عشان كده سموها اجهزه طرفيه. المكونات الرئيسيه بقى الخمسه اللي من غيرهم الكمبيوتر ما يشتغلش. يتكون الكمبيوتر من المكونات الخمسة التالية: وحدة التحكم، وحدة الحساب والمنطق، وحدة التخزين، وحدة الإدخال، وحدة الإخراج. فكك منهم، تعالى نمسكهم واحدة واحدة هنا ونشرحهم. بص بيقول لك هنا تشار إلى وحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق معا باسم المعالج. المعالج ده اللي هو إيه؟ بروسيسور. وما هنا كاتبينها غلط، المفروض برو، ما هنا عاكسين أعتقد، اللي حاطينها في الآخر بروسيسور ده اللي هو إيه؟ المعالج. طب وحدة المعالجة المركزية اسمها إيه؟ لا طبعا دي غلط، هي اسمها سي بي يو. يبقى وحدة المعالج المركزية اسمها السي بي يو، بس اسم المعالج البروسيسور اللي هو الحساب والمنطق. البروسيسور ده اللي هو يعني الكمبيوتر. بص يا عم، انت الكمبيوتر دلوقتي لما تيجي مثلا تشغل اي حاجه، في عمليات حسابيه كده بتتعمل من تحت انت مش شايفها. لو مثلا الوقت الفايل ده مثلا دوست عليه فتح مثلا في ثانيتين، فالثانيتين دولت اصلا وراهم عمليات حسابيه كتير جدا انت مش شايفها. فمين اللي بيقوم بالعمليات الحسابيه دي؟ البروسيسور اللي هو المعالج. طيب ايه بقى وحده المعالجه المركزيه اللي هو السنتر بتاع الكمبيوتر اللي هو السي بي يو؟ تعالوا بقى نشوف بقى المكونات الخمسه الرئيسيه للحاسب الالي او الكمبيوتر اللي هو من غيرهم الكمبيوتر ما يشتغلش. اول حاجه اسمها وحده التحكم، ينفذ التعليمات انستراكشنز اللي هو ويصدر الاوامر الكوماندز لكل وظيفه اللي هو السي بي يو. بص يا عمي، رجلي
دلوقتي والله انت دلوقتي جاي تفتح فولدر معين، ففتحت الفولدر ده، ففي يعني زي اوامر اتنفذت او شويه تعليمات. بص التعليمات، اول حاجه في التعليمات انت والله اديت او دوست تو كليك على الفايل عشان تشغله، ففي تعليمات حصلت او انت مش شايفها طبعا، اللي هو شغل الفايل ده. فشغل الفايل ده وراها شويه اوامر انت مش شايفها، ايه بقى اللي بيقوم بالحاجه دي؟ اللي هي السي بي يو او وحده التحكم. ماشي، عندنا حاجه وحده الحساب والمنطق اللي قلت لك، في شويه حسابات كده وارقام وشويه عمليه حسابات بتحصل انت مش شايفها. ايه اللي بيقوم بيها؟ حاجه اسمها السي بي يو، بس ايه ال يو مش السي يو، بس هما الاثنين من الاخر اسمهم يعني انت سي بي يو من الاخر، هما سي بي يو. جهاز التخزين انا ما اعرفش هي مش عاملينها ليه، بس هي الاستورج يعني ستورج، بس هي مش عارف، هو مش كاتبينها فمش هتجيلك يعني طالما مش كاتبينها. ماشي، عندنا بقى حاجه اسمها وحده ذاكره اساسيه ووحده وحده ذاكره اساسيه اللي هي وحده تخزين رئيسيه ووحده تخزين ثانويه. يبقى عندنا حاجتين، وحده تخزين اساسيه ووحده تخزين ثانويه. ايه وحده تخزين اساسيه دي؟ الرامات. كلكم عارفين الرامات، يقول لك مثلا الكمبيوتر ده رامه 2 جيجا، رامه 8 جيجا، رامه 16 جيجا. وطبعا كل ما الرامات بتزيد كل ما سرعه الجهاز بتزيد. ليه؟ هقول لك دلوقتي. والله انت مثلا مش حملت، والله فتحت مثلا كروم، فتحته كذا مره، فتحته مثلا بتاع 20 مره. فكل ده كل ما تفتح اي برنامج بيحمل على الرامات، كل ما تفتح اي برنامج بيحمل على الرامات. طيب دلوقتي انت لو عندك الرامات 2 جيجا هتقدر تشيل كل ده؟ لا، هتلاقي الكمبيوتر اصلا مش بيتحرك معاك، وقف خالص. لو الرامات عندك 16 جيجا، 32 جيجا، تلاقي يا باشا عيش افتح اللي انت عايزه، وانا كده كده مساحتي كبيره جدا، فاهمني؟ فحمل عليا والكمبيوتر بتاعك هيشتغل تمام. عشان كده بيقول لك لما بتزود الرامات الكمبيوتر سرعته بتزيد. بس هنا بقى يا عمي في الوحده الذاكره الرئيسيه او التخزين الرئيسي ده بيبقى تخزين مؤقت. ليه؟ عشان انت لو طفيت الكمبيوتر الرامات كلها بتتفضى. انت لو طفيت الكمبيوتر وشغلته تاني الحاجات اللي انت كنت مشغلها بتفضل شغاله؟ لا، بتبقى خلاص اتشالت، بتتمسح كلها من الرامات. طبعا مثال على المكون الرئيسي اللي هي الرامات. طيب عندنا بقى حاجه اسمها ذاكره تخزين ثانويه، ودي بتبقى تخزين دائم. زي ايه؟ زي الفلاشه، الهارد. الحاجات دي انت لما بتحط الداتا عليها بتفضل موجوده زي ما هي، سواء قفلت الكمبيوتر او ما قفلتش الكمبيوتر، هو كده كده انت بتحط بياناتك كلها في هارد كده صغير او فلاشه وبتسيبها. بس بيقول لك هنا تخزين البرامج والبيانات على المدى الطويل. على المدى الطويل ليه؟ عشان انت لو قفلت الكمبيوتر هتفضل موجوده زي ما هي. زي قرص صلب، اس اس دي ده نوع من انواع الهارد. احنا عندك الهارد مثلا اس اس دي اتش دي دي. اس اس دي ده بيبقى طلقه بيشغل الكمبيوتر في ثانيه. اتش دي دي ده بيشغل الكمبيوتر، انت ممكن تروح تعمل شاي وقهوه على ما الكمبيوتر يشتغل. وعندنا ذاكره اليو اس بي اللي هو فلاشه، اي حاجه يعني، اي حاجه بتشيل عليها الداتا بتاعتك، دي ذاكره تخزين ثانويه. عندنا جهاز هنا، بص بيقول لك ان وحده الذاكره الرئيسيه دي اللي هو الذاكره اللي هي الرامات، وحده التخزين الثانويه اللي هي التخزين اللي زي اس اس دي بيبقى تخزين دائم. طيب عندنا حاجه اسمها جهاز الادخال وجهاز الاخراج، اللي هو هنا انبوت وهنا اوت بوت، عشان ممكن العب لك عليها بالانجلش في الامتحان. ماشي، جهاز الادخال اللي هو الانبوت يدخل الانبوتس البيانات من مصادر خارجيه زي وحده التحكم، الفأره، المسح الضوئي. هقول لك بقى انا الفرق بين الانبوت والاوتبوت. الانبوت ده اي حاجه بتدخلها في الكمبيوتر، كيبورد، ماوس، برينتر، طبعا دراعات، اي حاجه بتدخلها بالكمبيوتر. الاوتبوت ده بيخرج لك حاجه، بيخرج لك معلومات بتشوفها قدامك، بيخرج لك حاجه بتشوفها، فيلم مثلا بتتفرج عليه. بص يقول لك هنا بقى جهاز الاخراج هو بيخرج المعلومات خارج الكمبيوتر، زي شاشه طبعا. الشاشه، هل الشاشه دي انت بتدخل لها حاجه؟ الشاشه دي بتخرج لك معلومات، بتخرج لك حاجه تتفرج عليها. الطبعه دي انت بتدخل لها حاجه، بتخرج لك ورق مطبوع. مديك هنا كده رسمه انا مش فاهم منها اي حاجه، بس انا همثلك بحاجه بسيطه جدا. بيقول لك علاقه المكونات الرئيسيه لخدمات الكمبيوتر. بص انا همثل لك الرسمه دي بحاجه كويسه جدا. والله مثلا انت دخلت دلوقتي حاجه للجهاز الكمبيوتر، فبتبقى اي حاجه بتدخلها للكمبيوتر بتبقى انبوت، بتعمل سهم، وبعد كده بيحصل حاجه هنا اسمها ايه؟ معالجه، اللي هو بروسيس هنا معالجه. بعد كده بعد ما تعمل لها معالجه وتبقى زي تمام زي الفل، بتبقى عمليه اخراج عند حاجه اسمها اوتبوت. ماشي، يبقى انبوت هنا والله دخلت المعلومه،
المعلومه دي اتعمل لها بروسيس، الكمبيوتر قراها وعمل لها معالجه، بتخرج لك على هيئه اوتبوت زي الفل. ماشي. عندنا حاجه اسمها واجهه الانترفيس. اما واجهه الانترفيس دي هو اي حاجه بتتوسط او بيبقى وسيط بين اي حاجه خارجيه وجهاز الكمبيوتر. بس بيقول لك هنا ايه؟ مكون يتوسط تبادل المعلومات يتم استخدامه لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي والاجهزه الطرفيه. احنا قلنا الاجهزه الطرفيه دي اللي هي ايه؟ اي حاجه لها سلك بتوصل بالكمبيوتر. بس بيقول لك هنا اليو اس بي. اليو اس بي اللي هو اي حاجه بيو اس بي، ايه؟ لوحه مفاتيح، ماوس، دراعات، فلاشه، اي حاجه ليها يو اس بي. طب ايه بقى الاتش دي ام اي ده؟ الاتش دي ام اي ده اللي هو ايه؟ هقول لك دلوقتي. والله في لابتوبات، انت مثلا دلوقتي عايز توصل اللابتوب بتاعك على شاشه التلفزيون، فبيبقى في وصله اسمها ايه؟ اتش دي ام اي، بتلاقيها كده ورا اللابتوب، وبيبقى مش يو اس بي، بيبقى المدخل بتاعها كده غريب شويه. دي بقى بتنقل لك الحاجه من الكمبيوتر على شاشه التلفزيون. بس بيقول لك ان ايه؟ هي معيار اتصال يسمح بنقل الفيديو، فيلم، والصوت والبيانات الاخرى عبر كابل واحد متوافق مع اجهزه التلفزيون الرقميه معدات الصوت. فهمتني؟ الايثرنت. سوري ايه الايثرنت دوت؟ ايثرنت ده اللي هو كابل النت من الاخر. عارف انت الكابل اللي هو بيبقى اسمه ار جي بي، لا ار جي بي دي اللي احنا خدناها اللي هي الريد والجرين والبلو. ار بي جي، والله ما فاكر. بس هو كده الكابل اللي هو لازم تدوس عليه كده وتدخله في مكانه، بعد كده تسيب ايدك على طول وتلاقيه منور كده من عند الكوبس بتاعك، تلاقيه منور. بس لازم بيبقى في الكيسه من او في اللابتوب عادي من الجنب، يبقى ليه مكان كده. ده اللي هو الايثرنت، ده اللي هو بيشغل النت. بص يقول لك معيار اتصال يستخدم في الشبكات المحليه السلكيه في المنزل والمكتب وبما الى ذلك، متوافق مع الاجهزه مثل المحاور واجهزه التوجيه. اللي انت بيبقى بين الراوتر، بيبقى خارج كده من الراوتر وتوصله بالكمبيوتر او اللابتوب، بيبقى سلك كده لونه اصفر، يبقى عند معظم الناس لونه اصفر زي الفل. كده احنا شرحنا درس الهاردوير وعرفنا اجهزه الكمبيوتر بتتكون من ايه ووظيفتها ايه والمكونات الخمسه بتوعنا اللي من غيرهم الكمبيوتر مش هيشتغل. يلا بينا نحل عليهم. اي وحده في الكمبيوتر مسؤوله عن ادخال البيانات. ادخال البيانات وحده الادخال. اي من الاجهزه التاليه يعتبر وحده ادخال. احنا وحده ادخال اي حاجه تخش في الكمبيوتر. الفأره، والله بص من غير ما اكمل، لان السماعات دي بتخرج لك صوت، طبعا بتخرج لك ورق، الشاشه بتخرج لك معلومات وبتخرج لك ضوء. وظيفة وحدة الإخراج هي تخزين البيانات؟ لا. معالجة البيانات؟ لا. عرض المعلومات؟ عرض المعلومات دي وحدة الإخراج، بتعرض المعلومات. أي من الأجهزة التالية يعتبر وحدة إخراج؟ الطبعة. أهو والله من غير ما أبص على الباقي. لوحة المفاتيح؟ لا. المسح الضوئي؟ لا. اليو اس بي اللي احنا بندخله؟ لا. هي الطبعة اللي بتخرج لنا الورق. أي نوع من الذاكرة يستخدم للتخزين المؤقت؟ احنا التخزين المؤقت ده اللي هو لو قفلت الكمبيوتر الحاجة كلها بتطير. زي الرامات. بص، هو ينسى عند فصل الجهاز. بص والله هو قالها ومن غير ما انا اقولها اصلا، يعني من غير ما انا اشوفها، هو قال لك ينسى عند فصل الجهاز. ذاكره ثانويه؟ لا، احنا قلنا الذاكره الثانويه دي اللي هي بتخزن الحاجه بشكل دائم. ذاكره رئيسيه اللي هي زي الذاكره الرئيسيه دي اللي هي الرامات. اي نوع من الذاكره يستخدم للتخزين الدائم؟ التخزين الدائم ذاكره ثانويه. رامات ولا ذاكره ثانويه؟ ذاكره ثانويه. وحدة الحساب والمنطق اللي هو ال يو مسؤولة عن إصدار الأوامر؟ لا. معالجة البيانات الحسابية والمنطقية. احنا قلنا في شوية حسابات وحاجات بتحصل كده في الكمبيوتر من جوه انت مش شايفها اصلا خالص خالص خالص، دي اللي هي ال يو اللي بتعملها. بص بيقول لك هنا اي من الوظائف التاليه ليست من مهام وحده التحكم اللي هي السي يو. ايه بقى فيهم كلهم؟ تنظيم شغل المكونات الاخرى ولا اصدار الاوامر ولا تنفيذ العمليات الحسابيه؟ انا تنفيذ العمليات الحسابيه دي اللي هي وظيفه دي مش وظيفه تنفيذ العمليات الحسابيه. المعالج اللي هو سي بي يو يتكون من رام وروم ولا اي ال يو سي يو؟ لا، اي ال يو سي بي وسي يو. احنا قلنا سي بي يو في منه اي ال يو، قلنا اللي هم ايه؟ اللي هو في الاول في الاخر هم كلهم سي بي يو، بس كل واحده فيهم الاي ال يو والسي يو كل واحده فيهم مسؤوله عن حاجه. ماشي. اي من التالي يعد واجهه توصيل اجهزه الكمبيوتر؟ اي من التالي؟ ايه ده؟ لا انا مختار جيم ليه؟ سوري. ب. أي من التالي يعد واجهة لتوصيل الأجهزة بالكمبيوتر؟
اي من التالي يعد وجه لتوصيل الاجهزه بالكمبيوتر USB. اي من الواجهات يستخدم لنقل الفيديو والصوت في نفس الكابل الفيديو والصوت اللي هو احنا قلنا عليه اسمه HDMI. اي من الواجهات يستخدم لتوصيل الكمبيوتر بالانترنت. احنا قلنا الكابل اللي انت لازم تدوس عليه وبتخش اللي انا مش عارف اسمه او مش فاكر اسمه اللي هو الايثرنت. اللي يعرف اسمه يكتب لي في الكومنتات عشان والله انا ما فاكر، يعني اللي يعرف اسم الكابل ده يكتب لي في الكومنتات. ماذا يحدث للبيانات بعد دخولها وحدة الادخال؟ بتتعالج. احنا قلنا بتتعالج، بس بيقول لك هنا بقى تعرض مباشرة، لا تخزن في الذاكرة ولا تحذف ولا تتحكم في وحدة الاخراج. تخزن في الذاكرة عشان تخزن في الذاكرة وبعد كده بتتعالج. بعد معالجة بقى البيانات في المعالج أين ترسل أولا؟ وحدة الإدخال، وحدة الإخراج، التخزين الثانوي، الإنترنت، وحدة الإخراج. إذا أردت حفظ البيانات بشكل دائم، هل بتخزنها في تخزين اللي هو الأساسي ولا تخزين ثانوي؟ دائما تخزين ثانوي زي الهارد. بس بيقول لك هنا إذا أردت حفظ البيانات بشكل دائم تخزن رام ولا وحدة التحكم ولا التخزين الثانوي ولا دي؟ لا، التخزين الثانوي. أي من التالي مثال على ذاكرة ثانوية؟ ذاكرة ثانوية من غير ما أشوف، زي مثلا ال SSD، زي ال USB، زي الهارد اللي هو الهارد اللي هو القرص الصلب. بس بيقول لك هنا بقى إيه؟ أي من التالي مثال على ذاكرة ثانوية SSD. وظيفة واجهة USB تشمل ادخال البيانات فقط ولا اخراج البيانات فقط ولا توصيل اجهزه متعدده ولا معالجه البيانات توصيل اجهزه متعدده. USB دي ده حاجه طرفيه، يعني حاجه طرفيه بتوصل بين الجهاز بتعمل الجهاز للكمبيوتر. فهنا توصيل ركز فيها جدا. أي من التالي يشبه مدير المصنع في الكمبيوتر؟ افيوم الرام هو اللي بيتخزن فيها كل حاجة. أي من التالي يشبه العامل اللي بيعمل الحسابات داخل المصنع الكبير ده؟ ALU. طيب أي من التالي يعد مثال على واجهة لإيصال الطبعة بالكمبيوتر؟ USB. زي الفل. احنا كده خلصنا الدرس الأول في الفصل السابع وحنا شوية تدريبات جامدة جدا. هو بص هو يعني ايه كله هاردوير اجهزه الكمبيوتر بس كده ولا اكتر ولا اقل. دلوقتي بقى هنخش نعرف الفرق بين الهاردوير اللي هو اجهزه الكمبيوتر اللي خدناه الدرس اللي فات والسوفت وير. واستأذني هريح رجلي 5 ثواني بس ورجعنا لكم تاني بعد ما عالجت رجلي بالخمس ثواني. يلا بينا. اول حاجه عندنا وهي سوري القلم، الفرق بين الهاردوير والسوفت وير. الهاردوير الاجهزه، السوفت وير البرمجيات. الهاردوير بس يقول لك هو اجهزه مثل وحده الكمبيوتر الرئيسيه والاجهزه الطرفيه، امثله السي بي يو، ذاكره التخزين، اي حاجه بتتلمس الكمبيوتر ده هاردوير. طب السوفت وير ده اي حاجه مش بتتلمس بقى، ده اي حاجه اللي هو السيستم قدامك بيعملها. لما تيجي ان شاء الله تكتب برمجه او تكتب اكواد برمجه، الاكواد دي كلها سوفت وير. مثلا انت ما بتدوس على فايل معين عشان تفتحه، في عمليات بتتحسب او يعني حاجات كده انت ما بتشوفهاش بتحصل، ده السوفت وير بتاع الجهاز. بس يقول لك هنا بقى ايه هو البرامج والبيانات التي تعمل على العتاد. طيب اول حاجه عندنا برمجيات النظام، هو البرامج اللازمه لتشغيل العتاد. انا اعتقد العتاد يعني ده يقصد بيه اللي هو الويندوز او الكمبيوتر. هو كلمه غريبه جدا يعني بس هو بيقصد كده. عندنا حاجه اسمها برنامج النظام اللي هو الاو اس اللي هو الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم دي ماده لو انت دخلت حاسبات هتنفخك، اقسم بالله هتنفخك بجد. يعني ماده في غايه، يعني بص هو الحمد لله مفيش حاجه صعبه بس هي في غايه الصعوبه، صعبه جدا ورخمه كده وماده تقيله على القلب. بس انت بصراحه يعني انت لو من النوع اللي انت بتذاكر اول باول لا بص هتجيبها في شوال، انما لو من النوع اللي بتراكم للاخر زي حالاتي بص هتسفلتك. برنامج النظام اللي هو الاو اس الاوبريتنج سيستم هو نوع من برامج النظام مسؤول، هو بص الاو اس ده اللي هو الويندوز من الاخر، هو نوع من برامج النظام مسؤول عن الوظائف الاساسيه للكمبيوتر. يمتلك ايه؟ نظام التشغيل، وظائف اداره مثل اداره المهام واداره الذاكره واداره الملفات،
الاو اس ده هو الكمبيوتر من الاخر، هو الاوبريتنج سيستم، هو اللي بيشغل الكمبيوتر. امثله اندرويد او اس، ماك او اس، ويندوز. فاهمني؟ يبقى انت عندك دلوقتي والله عارف انت الناس اللي هم معاهم ماك بوك، ده مش بيبقى ويندوز، ده بيبقى ماك. الويندوز ده اللي هو في الجهاز العادي، الاندرويد ده اللي هو في موبايل الاندرويد بتاعك، الايفون اي او اس كده. هو كل حاجه بيبقى ليها نظام تشغيل معين، نظام تشغيل معين. نظام تشغيل ده اللي هو ايه؟ اللي هو الاو اس، اوبريتنج سيستم. طيب عندك حاجه اسمها برنامج التطبيق. انا معلش انا عمال اتحرك كده كتير عشان ما ينفعش اقف على رجلي كتير، اللي هو انا عم روشكوا شويه معايا، استحملوني. عندك حاجه اسمها برنامج التطبيق، اللي هو الابلكيشن سوفت وير. البرامج التي تعمل فوق برنامج النظام يعرف ايضا باسم برنامج التطبيق، اللي هو الابلكيشن سوفت وير. الابلكيشنات اللي بتشغل السوفت وير بتاع الكمبيوتر. مثال برامج معالجه النصوص، برامج الجداول الحسابيه. يبقى اي برنامج موجود على الكمبيوتر بيبقى اسمه ابلكيشن سوفت وير. عندك حاجه اسمها برنامج تشغيل الجهاز، اللي هو الديفايس درايفر. هو برنامج يتحكم في عمليه الاتصال بين الجهاز المتصل الكونكتد ديفايس والبرمجه السوفت وير على الحاسب، يعرف ايضا ببساطه باسم برنامج التشغيل الدرايفر. كل جهاز بيبقى ليه حاجه اسمها درايفر، برنامج تشغيل بيبقى مسؤول بس عن تشغيل الكمبيوتر وتشغيل السوفت وير بتاع الكمبيوتر، مش تشغيل الكمبيوتر، تشغيل السوفت وير بتاع الكمبيوتر. مش بتكلم على الكمبيوتر بس، بتكلم على اي جهاز بقى عامه. بص هو درس كده خلص، هو درس صغير بس بيقول لك ايه الفرق بين الهاردوير والسوفت وير، ويعني ايه او اس، ويعني ايه ابلكيشن سوفت وير، بس كده. شكرا. انا يعني في اقاويل اللي هو ممكن ما يجيش في الامتحان، بس احنا ايه شرحناه وخلاص. هو كده درس صغير يعني مش مستاهل. يلا بينا نخش على ورشه الحل. اي من التالي يعتبر عتاد الهاردوير؟ والله ما اعرف يعني ايه عتاد لحد دلوقتي، بس يلا. اي من التالي يعتبر عتاد هاردوير الويندوز لا، عتاد الهاردوير مش ويندوز. ويندوز ده سوفت وير، والوورد ده سوفت وير، والدرايفر ده سوفت وير. يبقى عتاد الهاردوير السي بي يو. السي بي يو اللي هو هاردوير، حاجه بتتلمس. احنا قلنا كل الكلام ده. الوورد ده ابلكيشن سوفت وير، ده ابلكيشن اصلا. الويندوز ده او اس، نظام تشغيل. الدرايفر ده اللي هو الدرايفر اللي بيقوم الجهاز، او اللي بيبقى مسؤول عن اللي بيبقى مسؤول عن السوفت وير اللي بيقوم الجهاز. اي من التالي يعتبر برنامج نظام تشغيل، اللي هو السيستم سوفت وير. اكسل ولا فوتوشوب ولا ويندوز ولا يو اس بي؟ برنامج نظام تشغيل. برنامج نظام اللي هو سيستم سوفت وير، برنامج نظام هيبقى ويندوز. وظيفة نظام التشغيل، وظيفة نظام التشغيل هي ايه؟ هي إدارة معالجة البيانات الحسابية فقط، ولا إدارة المهام والذاكرة والملفات؟ إدارة المهام والذاكرة والملفات. ماشي. أي من التالي يعتبر برنامج تطبيق؟ بص ركز هنا، برنامج تطبيق. بص هنا كاتب لك ايه؟ برنامج نظام. برنامج نظام غير برنامج التطبيق. برنامج النظام ده اللي هو ايه؟ الويندوز. برنامج التطبيق اللي هو برنامج ابلكيشن سوفت وير، لا برنامج على الجهاز. الماك لا، ماك ده برنامج. بص بقى، الماك ده برنامج تشغيل او برنامج نظام، اللي هو برنامج نظام. طيب الوورد ده برنامج تطبيق. دي الاجابه يا عم. بس السي بي يو ده دي حاجه تبع الهاردوير، والدرايفر ده اللي هو بيقوم السوفت وير بتاع الجهاز. ما وظيفه برنامج التشغيل درايفر؟ التواصل بين اجهزه الجهاز المتصل والكمبيوتر. اي من الاجهزه التاليه يعد جهاز طرفي؟ الرام ولا الطبعه ولا السي بي يو ولا نظام التشغيل؟ جهاز طرفي يبقى الطبعه. اي من التالي هو ذاكره تخزين دائم من عتاد الكمبيوتر؟ ذاكره تخزين دائم يبقى الاس اس دي. انا هنا حاطط لك اسئله من الدرس اللي فات علشان ايه؟ ادمج لك الهاردوير مع السوفت وير، عشان برضو ايه ما تنساش الهاردوير. اي من التالي يعد مدير المصنع في الكمبيوتر؟ مدير المصنع في الكمبيوتر وهو نظام التشغيل. نظام التشغيل اللي هو الاو اس بتاعنا، الاو اس اللي هو الويندوز، اللي هو الاوبريتنج سيستم. يعني الاو اس اللي هو الاوبريتنج سيستم، اللي هو زي الويندوز، الماك، الاندرويد، الاي او اس، الكلام من ده. اي من التالي يعد الادوات اللي تخلي الكمبيوتر يعمل اللي انت عايزه؟ برامج التطبيقات. طيب اي من التالي يعد المترجم بين الكمبيوتر والاجهزه؟ الكمبيوتر والاجهزه اللي بيعمل اتصال بينهم. بص هنا بيقول لك ايه؟
يعني هرجع لك لحاجه كده فوق بيقول لك ايه، التواصل بين الجهاز والكمبيوتر اللي هو ايه، اللي هو الدرايفر. كده يا عم احنا خلصنا الدرس الثاني من الفصل السابع. كده احنا عملنا ايه بقى؟ خدنا الدرس الثامن في الفصل السادس، الدرس العاشر في الفصل السادس، الدرس الاول والثاني، وقلنا الثاني احتمال ما يجيش بس احنا خدناه برضه مره كده كده. درس ايه صغير ما خدش في ايدينا 5 دقايق على بعض من الفصل السابع. وكده نبقى عملنا مراجعه شهر نوفمبر وخلصناها، والحمد لله الحمد لله. يعني انتوا بصوا يعني احمدوا ربنا كده، اصلا انا الحمد لله فضلت مستحمل كل ده. هو يعني هي مراجعه صغيره مش كبيره بقى ومش بالساعات، بس انا والله ما قادر اقف اصلا 5 دقايق على رجلي. ادعوا لي بالشفاء وربنا معاكم ويوفقكم في الامتحان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.